الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. افترسوا ولا تختلفوا واسدوا الخلل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد من السماوات ومن الأرض اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فلا تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يجمع ولا يجد من تبارك ربنا فلك الحمد ولك نستغفرك ونتوب إليك اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والزلازل والفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أهلك الكفرة واليهود والنصارى وأعوانهم اللهم فرق جمعهم وزلزل أقدامهم ومزقهم كل ممزق بقوتك وعزتك يا قوي يا عزيز اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي رفح وفي كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآية الله فإن الله سريع الحساب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز ما تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تخرج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis mengenai bahayanya sifat-sifat riya. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin faqala ayyuhan nas ittaqu hadzal syirka fa innahu akhfa min dabibin namli faqala lahu man syaa Allahu ay yaqula wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namli ya Rasulullah qala qulu Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami, wahai manusia, jagalah diri kalian dari perbuatan syirik, karena syirik itu lebih samar daripada semut yang merayap. Lalu bertanyalah seorang yang dikehendaki Allah, bagaimana kami bisa menjaga diri kami dari kesyirikan sedangkan ia lebih kecil, lebih samar daripada semut yang merayap, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, ucapkanlah doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung padamu dari kesyirikan yang kami ketahui, dan kami memohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang kami tidak ketahui. Hadis riwayat Ahmad. Diulangi dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami, wahai manusia, jagalah diri kalian dari perbuatan syirik, karena syirik itu lebih samar daripada semut yang sedang merayap. Lalu bertanyalah seseorang yang dikehendaki Allah, bagaimana kami bisa menjaga diri kami dari kesyirikan sedangkan ia lebih samar daripada semut yang sedang merayap? Wahai Rasulullah, beliau bersabda, ucapkanlah doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang kami ketahui, dan kami meminta ampun kepadamu atas perbuatan syirik yang kami tidak ketahui. An Abi Barzah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama akhsha 'alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa. Dari Abu Barzah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya yang aku khawatirkan terhadap kalian hanyalah syahwat sesat pada perut dan kemaluan kalian serta hawa nafsu yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad. Diulangi dari Abu Barzah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya yang aku khawatirkan pada kalian adalah syahwat yang sesat pada perut dan kemaluan serta hawa nafsu yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya keterangan syahwat-syahwat sesat pada perut dan kemaluan seperti makan barang haram, berzina, dan melakukan perbuatan dosa lainnya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man samma'an nasa bi amalihi samma'allahu bihi sami'a khalqihi wa saggarahu wa haqqarahu. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa memperdengarkan amalannya kepada orang lain, maka Allah akan menyiarkan aibnya pada makhluknya yang bisa mendengar serta akan merendahkannya dan menghinakannya. Hadis riwayat Tabrani. Diulangi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang suka memperdengarkan amalnya pada orang lain, maka Allah akan menyiarkan aibnya kepada seluruh makhluknya yang bisa mendengar dan akan merendahkan dan menghinakannya. Hadis riwayat Tabrani. Keterangan barang siapa suka memperdengarkan amal pada orang lain, maksudnya barang siapa yang beramal soleh secara sembunyi-sembunyi lalu ia menceritakan supaya bisa didengar dan dipuji orang lain, maka Allah akan menyiarkan atau membuka aibnya dan menunjukkan pada orang-orang yang mempunyai maksudnya dalam beramal,
dan membuka aibnya dan menunjukkannya pada orang-orang mengenai maksudnya tersebut dalam beramal, serta bahwa amalannya itu tidak ikhlas. Hadis riwayat dari kitab An-Nihayah jilid 2. Alhamdulillah telah terdengar beberapa hadis mengenai bahayanya celaan terhadap sifat-sifat riya. Insyaallah dari apa kita dengar kita jauhi dan kita beritahukan kepada beliau yang tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi karim wa la azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم الحمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا الجميع واجعلنا سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم فعل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله محمد صلى الله